السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على واحدة من أهم لغات البرمجة وهي بايثون. اتكلمنا قبل كده إن عشان أدي الكمبيوتر أوامر أو عشان يعمل حاجة معينة محتاج إن يكون في وسيط، وقلنا الوسيط ده هو لغة البرمجة. وقلنا كمان إن إحنا عندنا لغات برمجة كتيرة جدا. ليه أنا اخترت بايثون بالذات؟ أول حاجة بيقول لي لأنها سهلة. أول حاجة بتواجهني يا شباب وأنا رايحة أتعلم أي لغة إن أنا خايف إن هي تكون صعبة واني مش هعرف اتعلمها لانها صعبة. بايثون حلت المشكلة دي خالص. بايثون لو انت بس يعني كويس في الانجليزي 50% وبصيت على الكود هتعرف الكود اصلا بيعمل ايه. تعال نشوف مثال كده. المثال اللي قدامنا ده يا شباب بيقول ايه؟ بيقول ان الاكس ايكوال 8. لو الاكس اكبر من 5 هتطبع لي ان الاكس جريتر ذان ال 5، ولو الاكس اصغر من 10 هتقول ان الاكس اقل من ايه؟ اقل من ال 10. انا قرأت الكود بالمعرفة البسيطة عندي باللغة الانجليزية، عرفت الكود بيعمل ايه. تمام. طب تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة ان هي بتدخل في مجالات كتيرة جدا. زي ايه؟ داتا ساينس، داتا اناليسز، الاي اي، الويب، الجيم، الهاكينج او السايبر سيكيورتي، وكمان الباك اند. ايه ده؟ يعني انا ممكن اقول ان بايثون بتدخل في كل حاجه. بايثون فعلا بتدخل في كل حاجه. تمام. وايه كمان؟ بقول لي ان بايثون هي اصلا لغه الاي اي اللي هو بقى ترند الايام دي. الاي اي بيستخدم لغه بايثون يا شباب. طب في حد استخدم بايثون ولا هو لسه تحت التجربه؟ اليوتيوب، انستجرام، والفيسبوك، حتى ناسا بقت بتبرمج الاقمار الصناعيه باستخدام بايثون. وأوبر برضو بيستخدم بايثون. وقال لي كمان إن بايثون سهلة جدا في التعامل مع الخطأ. يعني إيه؟ ضمن المخاوف اللي بتقابلني إن يحصل ايرور وما أقدرش أهندل الايرور ده. بايثون بتخليني أقدر أهندل الايرور، وده اللي نتعرف عليه إن شاء الله على مدار الكورس بتاعنا من سلسلة تعلم بايثون. تابعونا وشكرا والسلام عليكم، مع السلامة.